اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، صباح التفاؤل على عيونكم. النهارده بقى هنعمل طاجن الباميه، طريقه حلوه قوي، طريقه سهله. يلا تعالوا نشوفوا هنعمله مع بعض ازاي. عندي حله ونزلت عليها بقطعتين من الزبده وقطعتين من الدهنه كده عادي، دي اختياري، حابين تحطوها حطوها، بس في الباميه بتبقى حلوه قوي. تتشوح كده، ونزلت بالبصلايه تاخد لون معايا بالشكل ده. صلى على الرسول يا حبايب قلبي. تاني بقى قلبي وشقلبي. نزلت طبعا بقطع اللحمه اللذيذه دي، هشوحها برضو. كنا اقلب كده. ادعوا لاخواتنا يا حبايب قلبي الفلسطينيين، ربنا يسترها عليهم يا رب، ويشيل البلاء ده من عندهم يا رب وينصرهم. نزلت دلوقتي بعصير الطماطم ومعلقه من السكر عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. ودلوقتي الطماطم اتسبكت معايا. الصلصه بتاعتنا هنزل عليها كان عندي كيس باميه ده متفرز في الفريزر من السنه اللي فاتت، مفيش اي مشكله، بطلعه بتبقى الواحده بوحدتها واللون ما بيغيرش معايا ولا اي حاجه. نزلت بالشكل ده. نزلت بكوبايه من الميه. هنزل بقى بقرن الفلفل ده، مش عايزه اقول لكم. التوابل بتاعتي بقى معلقه من الفلفل، معلقه من الملح، معلقه من الثوم، معلقه من الكزبره الناشفه، ومعلقه من هريسه الشطه، ومعلقه من الملح. بصي بقى قلبي كده بجد، مش عايزه اقول لكم طريقتها عامله ازاي، وكان طعمها تحفه بجد. وقرن الفلفل ده بيديها نكهه حلوه. بدأت اللي هي تغلي كده بقى في الخطوه دي، تسيبها تتسبك شويه، تغلي شويه، وتعملي لها كزبره خضراء، تقللها بالكزبره الخضراء، وبتبقى حلوه قوي. بس انا بقى ما اكتفيتش بكده، قلت بقى اللي انا هحطها في طاجن وكده. لزوم التكات والحركات يا حبايب قلبي. في ناس بتحب تاكلها كده، شوفي حضرتك بتحبي ايه. في ناس برضو بتحب تقللها بالكزبره الناشفه بتاعتنا العادي زي تقليه الملوخيه. حطيتها في الطاجن بالشكل ده، ودلوقتي بقى هدخلها الفرن تاخد لون معايا. بجد حلوه قوي، ممكن تاكلوها كده عادي. بس انا قلت لكم بقى لزوم التكات والحركات، قلت بقى اللي انا ايه، هدلع الولاد وهدخلها بقى في الفرن. صلوا على الرسول يا حبايب قلبي. يا سيدي الجمال عدى الكلام، شايفين الشكل محل الطعم بقى. يا رب يا حبايب قلبي تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو بمعلومة بسيطة. وما تنسيش بقى تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. دعوة حلوة ولكم المثل. اشوفكم على خير في فيديو جديد.